بعد فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على النادي الأهلي، طبعا طالعين نجوم من نادي الزمالك، لاعبين سابقين طالعين بتصريحات. عبد الواحد السيد وعبد المنصف. عبد المنصف طلع بتصريح بيقول ما تلعبش مع الأسد، علشان خاطر الأسد هو نادي الزمالك، ما تلعبش مع الأسد للأسد ياكلك. ده اللي بيقوله عبد المنصف. أما بقى عبد الواحد السيد بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا كنا بننام ونصحى على بطولة في سنة ونص، واخدين 7 بطولات. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله علشان هنرجع له تاني اللي جاي أكتر. والكلام ده طالع من مين؟ طالع من 2 كانوا في الحقبة العشرية السوداء اللي أطلقها عليهم جمهور نادي الزمالك. الحقبة السوداء اللي ما كانش فيها بطولات، والبطولتين اللي أخدوهم 2 كاس فقط لا غير. والبطولتين ما كانوش دوري ولا أفريقيا، البطولتين كانوا كاس، وما كانوش على النادي الأهلي، كانوا على إنبي في 2008، والتانية كانت على وادي دجلة 2013. وكده طبعا كانوا هم دول البطولتين اللي أخدوهم. وكده 0 دوري مصري، 0 بطولة عربية، 0 بطولة أفريقيا، 0 بطولة كونفدرالية، 0 سوبر محلي، طبعا 0 سوبر أفريقي. كانت الحقبة دي 0 0 0 0. ومش بس كده، لا ده كمان كان بيبقى بعيد خالص عن تصدر الدوري في النقاط، كانت بتحرمه ان هو يبقى بعيد خالص. في 2004 2005 كان الفرق بينه وما بين النادي الأهلي 38 نقطة. وفي 2005 2006 كان فرق النقط 14 نقطة بينه وما بين النادي الأهلي. وفي 2008 2009 كان الفرق 14 نقطة. وفي 2008 2009 كان الفرق 21 نقطة. وفي 2009 2010 كان الفرق 10 نقط. أما في أفريقيا فالأهلي تقابل مع الزمالك في 4 مباريات في 4 بطولات. كانت أول بطولة في 2005 وكانت ذهاب 2-1 وإياب 2-0 وصعد النادي الأهلي. أما في 2008 كانت دي في دوري المجموعات، والأهلي فاز 2-0 وتعادلنا 2-2 وصعد الأهلي وخرج الزمالك من البطولة. ولعبنا تاني في دوري المجموعات في 2013 والأهلي فاز 1-0 وتعادلنا 1-1 وصعد الأهلي وخرج الزمالك من البطولة. وتقابلنا ثالث في دوري المجموعات في 2013 علشان الأهلي يقابل الزمالك بأول مباراة 1-1، وتاني مباراة يفوز الأهلي 4-2 ويصعد الأهلي ويروح الزمالك كالعادة من البطولة ويكمل الأهلي البطولة. نيجي بقى لعبد المنصف، لأن ده أكتر واحد شال أهداف من النادي الأهلي. لعب قصاد الأهلي 33 مباراة مع أندية مختلفة، وحافظ على نظافة شباكه 3 مباريات، إنما شال 71 هدف من النادي الأهلي. وكان من ضمن الأهداف دي طبعا ال6 الشهيرة بتاعت النادي الأهلي، بيبو وبشير، بيبو والجون. وخسر من الأهلي بال5 وهو في إنبي في 2013، وخسر مع الاتحاد بال3 في موسم 23. كده خلص عبد المنصف. تعالى يا عبد الواحد. عبد الواحد لعب قصاد النادي الأهلي 29 مباراة، والنادي الأهلي أحرز في 21 مباراة واستقبل 37 هدف في 29 مباراة. وده تاريخ عبد الواحد وعبد المنصف مع الزمالك في مبارياتهم قصاد النادي الأهلي. علشان كده عرفتوا ليه هم طالعين ومحروقين بعد الفوز على النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي. والقطنة ما بتكذبش، قصد التاريخ ما بيكذبش. دي الحقائق بالنسبة لعبد الواحد وعبد المنصف لاعبي نادي الزمالك واللي حصل معاهم من النادي الأهلي. شكرا، وضحنا الصورة وعرفنا حضراتكم محروقين من النادي الأهلي ليه. السلام عليكم.